هو ده بقى الكلام يا رجاله، هو ده الكلام. اسمه مهاجم عالمي. تدخل على الفيديو انت فاهم، ما تلاقيش لا اسم مهاجم ولا اسم نيلة. ولكن كابتن احمد شوبير جابها من الاخر. جابها من الاخر. قال لك ايه بقى يا باشا مصر؟ قال لك ان الاهلي كده يا باشا استكفى. الاهلي كده يا باشا خلاص قفل بابه. يعني ايه قفل بابه برضو؟ يعني خلاص كده. الاهلي لا ينقصه غير هي صفقة في مكان، في مركز واحد بس. ايه هو بقى المركز ده؟ المهاجم. هو ده الكلام اللي يخش قلبي. هو ده الكلام اللي اقتنع انا بيه. فعلا. النادي الاهلي ناقصه صفقة المهاجم وشكرا. واقفل بقى خلاص. والباك ليفت ولكن مش هيجيبوا باكات ليفت. مش هيجيبوا. مش هيجيبوا. لو احمد فتوح يا باشا ما جاش الاهلي يبقى خلاص كده انسى، مفيش باك ليفت هيجي. تمام. يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز مهاجم بالله عليكم، ابوس ايديكم. في البدر كده. قبل ما يدخل في خناقات وقبل ما الميركاتو يخلص وبتاع، عايزين صفقة مهاجم بالله عليكم من دلوقتي كده خلصونا. تمام. وعايزين احمد فتوح، فانتوا خلصوا في الليله بتاع احمد فتوح دي. لانها لو طولت زياده عن كده مش هيجي. مش هيجي. الزمالك ممكن زي ما قلت لك قبل كده يبيع هدوم ويبيع لباس ويا جدع وما يجيبش احمد فتوح. والله العظيم. يديله اللي هو عايزه. ياخد دهب الحاجه ويجيب مش عارف ايه ويدي لاحمد فتوح، بس اهم حاجه ان هو ما يروحش الاهلي. بعد قلم امام عاشور. فانتوا انجزوا في حوار المهاجم واحمد فتوح ده ايه. سلطوا كهربا بس. يعني انتوا اتكلموا مع كهربا وكهربا هيقضي الليله دي. بس الجدعان يا جماعه بالله عليكم في موضوع المهاجم ده، علشان احنا خلاص. مش هنستحمل موسم تاني من غير مهاجم. تخيل.